سلام حبيبتي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد المسمنات مورقين بحشوه رائعه ولذيذه. غادي نبداو اول حاجه بمقادير العجين. عندنا معلقه سنيده، عندنا معلقه صغيره ديال الملح، عندنا نص معلقه الخميره، عندنا بيضه، عندنا خماره، عندنا الزبده، عندنا الفورس 3 جبابن، عندنا جبانيه ديال الفينو. نبداو على بركه الله. ناخذ 3 جبابن ديال الفرص نعملوهم في القصريه بعد ما غربناهم، ونزيدو عليهم جبانيه ديال الفينو، ونزيدو عليه ديك المعلقه الصغيره ديال السنيده، ونزيدو عليه الملح، ونزيدو عليه خماره حمراء، ونزيدو عليه واحد راس المعلقه ديال الخميره المعجنه، ونخلطوا الخليط مزيان. عاد نزيدو عليه واحد البيضه، ونجمعوا العناصر كلها، ونزيدو عليها الماء دافي بزاف. الماء دافي يكون دافي بزاف حتى تنسجم العناصر، ونجمعوا العجين مزيان حتى تجمع لينا العجينه، وندلكوها. عاد نزيدو عليها واحد المعلقه تاع الزبده، ونخلطوها تاني وندلكوها مزيان حتى تنسجم ديك الزبده مع الدقيق مزيان. ندلكوها خصها دليك مزيان. هاد العجينه اللي عنده الخلاط ديال العجانه يعجنها به، ونخليوها نغطيوها. بعد ما غطيناها نخليوها ترتاح، ونمشيو بعد ذلك للحشوه ديالنا اللي عندنا فيها لاصوص طوماط، وعندنا القزبر والمعدنوس، وعندنا الزيتون، وعندنا واحد 4 الخيزوات، وعندنا واحد 2 قرعات، وعندنا 2 بصلات، وعندنا الفرماج، وعندنا واحد نص كيلو ديال الكفتات بيبي، وعندنا واحد الساشي ديال الفيرميسيل بعد ما رقدناه في الماء السخون، وعندنا واحد الحار، وعندنا التحميره، عندنا الخرقوم، عندنا البزار، عندنا سكنجبير، عندنا الملح، عندنا القزبور والكمون، عندنا الفيرميسيل راه رقدناها نتوما كي تشوفوا في الماء الطيب، وعندنا زيت الزيتون وزيت المائده، وعندنا 4 الدروس تاع الثومه. نقطعوا الفيرميسيل ديالنا بعد ما صفيناها من الماء، نقطعوها ونخليوها، ونشلضوا واحد 2 بصلات كما تتشوفوا. حنا تنشلضوا البصله، نشلضوها مزيان رقيقه، نزيدوا الثانيه نشلضوها كذلك. بعد ما كملنا نشدوا توك الدروس تاع الثومه ونحكوهم على البصله كما تتشوفوا حبيباتي. بعد ما نكملوا الدروس تاع الثومه بحال هكا، ناخذوا الجزر تا هو نحكوه بحكاكه الغليظه، ونحكوا القرعه كذلك نحكوه مزيان، ونزيدوا داك الضرس ديال الفلفل الحار، فلفله حاره قطعوها قطيعات صغار، وناخذوا المقلاه ديالنا بعد ما صبينا فيها شويه الزيت الروميه وشويه الزيت العود والبصله والثومه، نشحروهم كما تتشوفوا الغزالات ديالي. يعني تنشرح لكم واحد الشرح مبسط، وتبعوا معايا المراحل وغتنجح معكم بامتياز. نزيدوا الخليط نزيدوا الملح ونشحروا، نزيدوا داك الفلفل الحار نشحروه حتى هو، نزيدوا الكفته ديالنا تبيبي ونشحروها حتى هي مع البصله والفلفله والثومه والملح، نشحروهم مزيان حتى تطلق لينا الكفته بعد التحريك المستمر كي تشوفوا
غنزيدو عليهم واحد المعلقه ديال لاصوص طوماط ونحركو، ومن بعد نخلطو داك الخليط ديال التوابل. غادي نعملو غير النص منهم والنص ما باقي نعملوه. من بعد هانتوما كي تشوفوا الغزالات ديالي درت نص ديال المقادير، ونزيدو عليه الجزر ونخلطو، ونزيدو عليه القرعه ونخلطو كذلك. عاد نزيدو خليط ديال التوابل حتى تنسجم معنا العناصر. نزيدو داك الفرميسيل ونزيدو عليها الزيتون، دوك 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس، وعاد نزيدو عليهم الخليط كما تتشوفوا الغزالات ديالي. الخليط ها هو درناه، نزيدو عليه دوك 3 الساشيات ديال الفرماج، نقطعوهم هكا ونديروهم مع الخليط هو سخون باش يذوب لينا الفرماج ويعطينا واحد المذاق زوين للحشوه ديالنا. هانتوما كما تتشوفوا حبيباتي احنا تنخلطوا العناصر مزيان حتى تنسجم ونخليوها تبرد، ونمشيو للعجين ديالنا بعد ما كورناه وطلق مزيان باش تجينا العجينه مزيانه. وخلطنا واحد شويه ديال الزبده والزيت والفينو بهاد الخلطه السحريه، وندهنوا البلون دو طرافاي ديالنا، ونشدوا الكويره الاولى بعد ما طاعت لينا العجينه وطلقات. شوفوا هانتوما تجيك العجينه ساهله في الطليق، وندهنوا بداك الخليط السحري ديالنا، ونعملوا مسمنات كيما موالفين تنديروا مسمن عادي. نتوما كي تشوفوا الغزالات ديالي مسمنه ديالنا هي طلقات ببساطه، ما محناتها ما عذباتنا، مع العجينه خضات الراحه ديالتها، طلقات مزيان. وزدنا عليها خليط ديال الزبده والزيت والفينو، ودرنا المسمنه الثانيه. هانتوما كيما تتشوفوا تجيك ساهله في الطليق. ونديروا الحشوه ديالنا كي تتشوفوا هانتوما، تديري القنت الاول تزيدي عليه القنت الثاني تزيدي عليه القنات، ساهله. وتزينيها بواحد الزيتونه هانتوما كما تتشوفوا. ونديروا الثانيه ونديروا الخليط ديالنا. على فكره حبيباتي هذا الخليط عاطي ريحته غزاله تشهي. هانتوما كي تشوفوا الغزالات ديالي زيناه بزيتونه حتى كملنا الواطه كلها. دابا هانتوما كي تشوفوا غنشدوا واحد البيضه ونخفقوها مزيان مع لاصوص طوماط وندهنوا بها العجين ديالنا، ونزينوها بشويه الجنجلان. هانتوما كي تشوفوا حبيباتي تنزينوها بداك الجنجلان. هانتوما اللي بغيتو الجنجلان ولا اللي بغيتو باش تزينو زينوه. المهم تتهزي اللاطه ديالك تديريها في الفرن بعد ما سخناه، ونديرو العافيه هي من التحت باش يتنفخ، عاد نديرو العافيه من الفوق. هانتوما كما تشوفوا حبيباتي الوصفه ديالنا نجحات 100%، يجي مقرمش تيشهي. جربوه وما غاديش تندموا. واللي عجباتو الوصفه يدير جيم وابوني وشارك في قناه وصفات يونس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا على تتبعكم. شكرا حبيباتي.